ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. تعالوا بقى شوفوا صينية النجرسكو كده ونعملها مع بعض. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. شايفين واخدة اللون الجميل ازاي؟ بجد طريقتها سهلة وبسيطة ومكوناتها اقتصادية. تعالوا كده نشوف مكوناتها مع بعض. انا معايا ربع فرخة او صدر فرخة زي ما انت عايزة. ممكن تعملها من الوراك وممكن تعملها من الصدور زي ما انت عايزة. هنتبلها كده بمعلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة بابريكا. طبعا التوابل اللي بتحبيها حطيها. وهنا كده السبع بهارات. هنقلبهم كده مع بعض. بعد ما قلبتهم كده هسيبهم هنا كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة لما نعمل البشاميل. انا هنا معايا كيلو لبن. طبعا انا غلياه وسبته يبرد خالص. هضيف عليه هنا 4 معالق من الدقيق. طبعا انا عملته كده كله كده مع بعض وهغليه على النار. الطريقة دي اسهل واحسن من الطريقة التانية. ما بتاخدش منك دهون كتير وكمان طعمها حلو. هقلب الدقيق كده طبعا بعد ما اللبن بارد تماما. هنقلب الدقيق كده مع اللبن. هنزودها هنا كده شوية شوربة. طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا هعمل نص كيلو من المكرونة. بعد ما قلبنا كده الدقيق واللبن والشوربة كده مع بعض. هنزل هنا بمعلقة من الفلفل الاسود. السبع بهارات. ممكن لو عندك جوز الطيب تضيفي شوية، وهنا مكعبين من الزبدة. وهننزل بالملح. هقلب كل كده المكونات مع بعض. هناخدهم كده على النار. طبعا طول ما انت واقفة بتقلبي فيه. زي ما قلت لك الطريقة دي اسهل، لا الدقيق بيكلكع معاكي ولا اي حاجة. البشاميل اللي بدأ يتقل معايا. طبعا هو لسه خفيف شوية، هسيبه كمان يتقل.
بعد ما البشاميل تقل معايا انا شلته من على النار، وطبعا حاطه حله كده فيها ميه بتغلي عشان نسلق فيها المكرونه. جبت طاسه كده تاني، حطيت فيها كده مكعب من الزبده، ونزلت عليها بصدور الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هديهم كده صدمه، اقلبهم كده كويس قوي كده مع بعض. بعد ما الفراخ خدت صدمه كده زي ما انتوا شايفين، هنزل عليها ببصلايه. المكرونه بتغلي معايا هنا. طبعا الفراخ متبله، مش هنزود توابل تاني. هقلبهم كده كويس. معايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل بارد على حسب ما انت عايزة، ممكن تستغنى عن الحامي. ومعايا هنا جزراية مبشورة. طبعا انت لو عندك زيتون عندك مشروم بتزودي، لكن الطريقة دي اقتصادية. زودنا كده شوية ملح، وهقلبهم كده كويس قوي، وهسيبهم على النار يستووا. بعد ما المكرونة اتسلقت، البشاميل جاهز معايا هنا. هحط كده شوية كده في الصينية. هنزل كده بنص كمية المكرونة. هنزل عليها كده بكبشتين كده من البشاميل، واقلبهم كده كويس مع بعض. طبعا كل ما بتكتري البشاميل بتطلع معاكي جوس كده وطرية وجميلة. هنزل كده شوية من الفراخ وهقلب. هنزل بباقي الفراخ. طبعا الجزرية دي بتديها طعم حلو اوي. يعني الموجود عندك اعملي بيه، ما تستنيش ان انت تجيبي مشروم، تجيبي حاجات كده غالية تعملي بيها. الموجود عندك في البيت اعملي بيه. هنزل كده كمان بكبشتين كده من البشاميل، ومعايا الجبنة. هوزعها كده على الصينية كلها. طبعا انت ممكن تقدري تعمليها في اي وقت، ما بتاخدش منك وقت خالص. هنزل هنا ببقية المكرونة. طبعا بعد ما قلبت فيها كده كوبشتين كده من البشاميل، هنزل بهم كده على وش الصينية الطبقة التانية. زي ما انتوا شايفين، انت ممكن ما تعمليش الطبقتين، ممكن تقلبي الفراخ كلها في المكرونة مع البشاميل وتظبطيها. يعني مش لازم تعملي كده طبقتين زي ما انا عاملة، انت ممكن تخليها كده مع بعض. هنزل بباقي البشاميل زي ما انت شايفة. هظبطها كده.
هنزل كده على وش الصينية بشوية جبنة، هندخلها الفرن على الرف الوسطاني ونشوفها كده بإذن الله.